السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل قرص البيض بطريقة سهلة وبسيطة جدا هتخلي الأطفال يحبوها وطعمه حلو قوي. معانا هنا طاسة على النار، هنحط عليها شوية سمنة وننزل ببصلاية وفلفل أخضر، نقلب فيهم بقى كده لحد ما يتبلوا. هنا كانوا يتبلوا معايا اهوت. معانا هنا واحدتين سوسيس، ده اختياري، دي حاجة براحتك، عايزة تزوديها بتدي إضافة حلوة، مش عايزة برضو تلغيها براحتك. تشوحيها معاه تديله طعم حلو، وملح وفلفل أسمر وكزبرة ناشفة وكمون. دي البهارات بتاعتها، هنقلبها عليها ده تشويحتين بقى كده. واخر حاجة خالص نحط الطماطم ونديها تقلبتين ونطفي عليها النار. الطماطم دي في الآخر خالص. هنا بقى هنحضر البيض، نص كوباية لبن ومعلقتين دقيق، هندوبهم الأول، وربع معلقة بيكنج باودر. هنضرب الأول الكلام ده كله، ندوبه كده، ندوب الدقيق في اللبن. بعد كده ننزل عليه بالبيض، معانا 4 بيضات، طبعا على حسب الكمية اللي هتعمليها، على حسب الصينية اللي هتعمليها. هنحط عليها بقى ملح وكمون وفلفل أسمر وكزبرة ناشفة، وهنضرب كل الكلام ده، نضربهم كده بمضرب السلك كويس، ندوبهم في بعض. ياريت منسوش اللايك والاشتراك في القناة. ومعانا فص ثوم وشوية كزبرة خضرا، ندقهم مع بعض، ننزل عليهم بالبيض، وننزل عليها بالخلطة اللي احنا عملناها في الأول، وشوية جبنة رومي، ده إضافي، ده حاجة اختياري براحتك، بس بتدي برضه طعم حلو أوي للبيض برضه، وتخلي الأطفال يحبوه. هنكون محضرين صينية بنتينها زيت أو سمنة، ونكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 220، ونحطه في الشبكة اللي في النص. أول ما نلاقيه أحمر من تحت ومن فوق نطفي عليه النار. شايفين هنا كان طالع معايا خلاص، كان حلو ازاي. لا تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.